عسلامة. أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل في عالم راضية التونسية. اليوم مش نعمل ملاوي. السميد هذايا من تونس، وسميد تونس يعني باهي يجي في الملاوي خير من السميد اللي لهنا. مش نعمل سميد أكا هو أرطب، هو راهو سميد فين دقيق فين، متاع الملاوي. مانيش باش نزيد لا فرينة لا حتى شيء. عندي لهنا باش نزيد نحكيك حكاية مغرفة كيكا سيرو داغاف هذاك ولا عسل والا سكرة، ومش نزيد من بعد شوية زيت. وعندي شوية ماء دافي ملذذ، معناتها الماء مش سخون برشا. وعندي ساشي متاع خميرة متاع قطو، ونجمو ما نحطوهاش راهو الخميرة متاع القطو، انا هكاك حبيت نحطها، اما نجمو نستغنوا عليها. مش نحط الكيلو متاع الفرينة، باش نخلي منها شوية بركة، من بعد باش نكملها حكاية 4 مغارف بقاو. من بعد باش نكمل نحط الكيلو كل. حطيتها ونصب الماء، هكا الماء باش نحط شطرة كهو، ونحط البكو متاع الخميرة. وبعد نحط هذاك اللي عندي انا سيغو داغافا. نجم نحطو عسل سيغو، نجم نحطو مغرفة متاع سكر، هكا باش من بعد تجي معناتها كي يبدا يطيب يجي هكا اللون متاعو معناتها باهي يبدا عالدوغي. وما ننسوش الملح، هكا نحط الملح زاد حسب الرغبة، ما نكثروش برشا الملح. هكا حكاية شطر مغرفة كيك، شطر مغرفة متاع قهوة هكا، ونخلطهم. وديما بين الماء بشوية بشوية، ما يجيش معناتها يجي ترية وممتو ما تلصقش في اليدين، ولما تبدا ترية باش الملاوي يجي ترية. هكا نزيدو الماء بشوية بشوي، والزيت ما نزيدش توا. من بعد تنوريكم في الاخر من بعد كيفاش نزيد الماء الحليب، نزيد الزيت. وكي نعمل انا نخدم بالفرينة متاع لهنا متاع فرنسا، بالسميد متاع فرنسا، هكا نزيد الفرينة، يعني نعمل هكا كيس يعني سميد أرطب، ومعاه كيس فرينة، وإلا زوز كيسين سميد ومعاهم كيس فرينة. أما متاع سميد تونس باهي وطيارة بالكدا في السميد، هكا في الملاوي. هكا ما زدت حتى شيء، كان سميد هكا هو، وجيت ما شاء الله بالكدا طرية بالكدا بالكدا. هكا يبقوا يتعجنوا بالكدا حتى بالكدا بالكدا حتى 10 دقايق. وطيوكا كي تعجنت بالكدا هكا مش نزيد الزيت لهنا، هكا ادم لهنا بحذاي، هكا يستنى يحبوها ولادي يحبوا الملاوي هكا. وملهنا كي حطيت الزيت نقصت على الاخر في الفيتيس باش هكا الزيت يعني ما يبداش مبزع بقطو. حطيت هكا حكاية زوز مغارف 3 مغارف معناتها زيت زيتونة، هكا بشوي بشوي حتى يدخل الزيت في العجينة، ومن بعد نعاود نقوي لها في الفيتيس، وتعاود تتعجن حكاية 5 دقايق بالكدا. وبعد نسكر عليها وباليدينا هكا كيف كيف زاد نخدموها بيدينا بالكدا بالكدا حتى نحسوا يعني العجينة ارتابطوا بالكدا. ونخلوها ترتاح، واش نقصها انا من بعد نخلي اعملها يعني نقسمها يعني هكا دور هكا، وندهنهم في بلاتو، ندهنهم يعني بالزيت، ونخليها ترتاح، خلوها هكا ترتاح بالكدا بالكدا. وبعد اللي كنعاودوا يعني مش نشكلوها زاد نخلوها المرة الثانية ترتاح، خاطر الملاوي هي تحب ترتاح، وقد ما نخلوها ترتاح على قد ما تجينا من بعد باهية. لكن هنا صيي كملت صيي يعني ترحات، تعجنت بالكدا بالكدا هكا ترية، وممتو ما تلصقش في اليدين، مترية بالكدا بالكدا. ما تنسوش تعملوا لي ابوني في القناة، وتحطوا لايك وتحطوا كومنتير، ومرحبا بكم الناس الكل في عالم راضية التونسية، وان شاء الله تعجبكم القناة. هكا شفت كيف ترية بالكدا، هكا باش نخرجها الكل ونحطهم في البلاتو. هكا جبت بحذايا البلاتو وحطيت فيه الزيت، وبعد تالي نحط يعني العجينة الكليكة،
ونشكلوهم هكا معناتها في مدورين هكا، ونغطوهم معناتها المفيد بيه ما نخلوهمش عريانين. من فوق زاد نحطوهم بالزيت هكا، نغلفوهم الكل بالزيت، نعملوهم بالزيت ونغطوهم يعني بالبابي سيلوفان ولا بمنديلة، ونخلوهم يرتاحوا حكاية ربيع ساعة هكاكا. بعد تالي نعاودوا نرجعوا نشكلوهم هكا، ونزيدوا نخلوهم مرة أخرى يرتاحوا. وديما كي نخلوهم يرتاحوا نجموا حتى نبدو نخدموا ديما اللي خدمنا بيهم، اللي عملناهم لولانين، اللي عملناهم لولانين هذوك، اللي عملناهم لولانين ديما نبدو نخدموا بيهم هما لولانين، يعني نحطوهم في البلاتو من بعد هما لولانين. ولا نجموا خلاها قد ما مخلاها الملاوي ترتاح معناتها قد من بعد تطوعنا في الخدمة بالكدا. وهكا نعملوهم كما نحبوا احنا، يعني كبار صغار. وما شاء الله جابت لي بالكدا، يعني براسك الكيلو طيح بالكدا. هكا نعملوهم صغار ونعملوهم كبار كما نحبوا احنا. هكا البلاتو من اللوطة كلها بالزيت زيتونة دهنته، ومن بعد تالي نكمل نحطهم هما هكاكا، يعني نقصهم هكا معناتها كويرات صغار. نزيد نحط لهم شوية زيت هكا من فوق، ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا. هكاك مخلوهم الكل ديما بالزيت باش ما يشيحوناش من فوق، ما يشيحوش. يعني ترية بالكدا بالكدا العجينة، وما تتلصقش يعني في اليدين. أنا عملتهم باهين كبار، ما همش صغيرين معناتها باهين. أما كان نعملوهم صغار معناتها، كان نعملوهم صغار يجيب الكيلو يجيب لنا يطيح لنا بالكدا ما شاء الله. هكا من بعد نجمو نعمروهم، واحد ياكلهم بالعسل ولا بالزيت ولا هكا بالجبن ويحط فيهم الهريسة. نخليهم تويك يرتاحوا، وبعد تاني نعاودوا نرجعوا باش نشكلوه. هكا ننظفوا البلونش دو ترافاي متاعنا قبل ننظفوها بالكدا، ونحطوا هكا الزيت، عندي زيت زيتونة، ونجموا نخدموا بالزبدة زادة. نخلطوا يعني زبدة وزيت زيتونة، أنا ساعات نعمل بالزبدة وبالزيت زيتونة، نخلط هكا مع بعضهم. زيت زيتونة هذايا اللي بعثوا لي أمي من تونس، زيت زيتونة بنين متاع تونس يجي مع الملاوية، يعني خير من الزبدة. وكنثنوها هكاك كما في الفيديو بالضبط، ونحطها. ومن بعد كي نبدو مش نخدموا ديما الكعبة، نبدو مش نطيبوا فيهم، ديما نبدو بالكعبة الأولانية. والملاوي بنينة هي الحقيقة، الملاوي مش هي يعني تتاكل الصباح، تتاكل هكا، حتى الصغار يحبوها، أنا ولادي يحبوها الملاوي. يحطوا فيها يعني جبن، ويحطوا فيها تن ويعملوها كما الساندويتش. هكا لفطور الصباح ولا للعشية مع التاي ولا قهوة، باهية. هكاكا ونكملهم الكليكا نفس الطريقة هكاكا. بالكعبة في جرتبة.
الكعبة يعني ديما نخدمها نحطها ورا الثاني باش كان نبدو نخدموا بيهم معناتها بالكعبة الأولى اللي بدينا بها، خاطر ديجا ما كملنا الكمية اللي عندنا. ما الأولى ديجا معناتها ارتاحت بالكدا بالكدا، ارتاحت وتسهل في الحلي. نكملهم الكل بعد نرجع مع بعضنا. تويكا مش ارتاحوا بعد ما خليتهم ارتاحوا، كملتهم الكل وخليتهم ارتاحوا ومش نخدمهم ونخدموهم يعني على الغنية ذاك الفخار وإلا الحديد كيف كيف، وإلا البلونشة اللي عندها بلونشة يعني كيف متاعي أنا عندي زادة واحد جايبتها الغنية ذاك عطيتهولي أمي الحديد من بكري. أما هكا واحد يبقى بالكعبة بيطيب واقف برشا على الغاز. كي خذيت هذه البلانشة ما نعرفش من شريتها من جيفي ولا من أكسيون، نعرفش نسيت حسيلو ذهلي من أكسيون خذيتها. باهية الحقيقة طيب بالكدا، نوريها لكم. الطيب بالكدا وهكا طيب بالأربع كعبات مع بعضهم يعني من غير ما نبقوا واقفين على حاجة بركة هيك. هكا البلانشة هذيك خذيتها من أكسيون هاي. والطيب بالكدا وفيسع ما نكملوها من الكعبات ملاوي ما شاء الله، فيسع ما نكملوها الكمية خاطر تهز بالأربعة. ونجموا نعملوهم زاد اللي ما عندش البلونش نجموا نعملوهم يعني على كذاك متاع التيفال ولا على المقلة ولا أي حاجة المفيد بيها كما ما نقفوش على حاجة وكهو ديما نخدموا. ما تنسونيش تعملوا لابوني في القناة وتعملوا وتحطوا كومنتير وتحطوا لايك ومرحبا بيكم الناس الكل. وإن شاء الله تجربوها الملاوي متاع اليوم وإن شاء الله تعجبكم الفيديو متاع اليوم. وهكا ديما الملاوي ما نخلوهاش يعني ديما نقلبوها، ما خلوهاش حتى لين تطيب بالقدام اللوطة بعد من فوق تشيح، ديما هكا دوبة شوية ونعاودوا نقلبوها على شيرة الثانية. حتى نوريكم كيفاش هكاك أنا هكا مازالت ما طبتش معناتها بالقدا من اللوطة. هايك ديما نقلبوها ونحطوا لها ديما شوية زيت هكا ديما هكاك، وهكا نحسوها من بعد تبدا هكا الكعبة تبدا تنفخ معناتها العجينة ناجحة، العجينة طرية وناجحة. ونكملوا ديما بنفس الطريقة وديما هكا بالزيت ونفس الطريقة. وديما الملاوي قد ما خلوها ترتاح معناتها قد ما تبدا ديما خير ديما أحسن. هكاكا ونكملهم الكعبات بنفس الطريقة هكاكا وما شدوليش برشا وقت بالبلونشة، ما شدوليش لحق برشا وقت في ساعة ما كملتهم. اهوكم لهنا كيفاش هكا ديما نقلبوهم مش شرتين معناتها يحمروا بالكدا، يحمروا مش شرتين في نفس الوقت كيف كيف باش هكا ما يجوش يابسين وكل شيء. هاك شفتوا كيف البلونشة تهز بالأربعة ما شاء الله، وفما ما أكبر يظهر لي، هي هذه كبيرة إكس إل أما فما ما أكبر. وتعمل كل شيء هذه نعمل عليها كل شيء، حوت بغوشيت حتى هكا خضرة يعني فلفل طماطم بصل نطيب عليها كل شيء.
هكا شفت كيفاش تبدا هكا تنفخ الملاوي معناتها ناجحة، العجينة ناجحة طرية. هكا تبدا عاد تعمل هكا النبابل هذوكم هكا الفقاقيع معناتها كل شيء، يعني العجينة ناجحة وتجينا طرية. وتويكا لهنا حضروا ما شاء الله جاتني كمية باهية بالقدا بالقدا، معناتها في الصحن هذايا وفي البلاتو اش نوريكم. هيك جات كمية بالقدا باهية وجاو تريين تريين بالقدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم الوصفة متاع اليوم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم، ومرحبا بكم في عالم راضية التونسية. راكم تريين بالقدا تبارك الله بالقدا بالقدا ومورقين بالداخل، نجموا حتى بعد نحطوا فيهم جبن ولا نحطوا فيهم اي حاجة. ان شاء الله تعجبكم يا ربي. وما تنسونيش تعملوا ابوني في القناة وتحطوا لي لايك وتحطوا كومنتير، ومرحبا بكم الناس الكل. وتوي كما بقى نقول لكم كان ان شاء الله يا ربي في فيديو جديدة، وما بقى نقول لكم كان في الامان وبسلامة.